واحد غبي اشترى رغيف عيش ولما شافه ساخن وداله الدكتور. سأل الأستاذ الطالب لو خيروك بين العقل والمال هتختار ايه؟ الطالب قال له هختار المال. الأستاذ قال له أنا هختار العقل. الطالب قال له والله يا أستاذ كل واحد بيختار اللي ناقصه. واحد محشش شافوه قاعد جنب صخرة وماسك خفاش وعمال يقول له يخرب بيتك أول مرة بشوف فار لابس عباية. سأل واحد محشش أيهما أطول الليل أم النهار؟ قال لهم الشهادة لله أنا عن نفسي عمري ما شفتهم واقفين جنب بعض. واحد بخيل قوي قابلته واحدة شحاتة قالت له اديني حسنة بقالي يومين ما أكلتش عيش. قال لها هو نفس الطعم وما اتغيرش. واحد محشش دخل سوبر ماركت وطلع يضحك. سألوه بتضحك ليه؟ قال لهم ضحكت عليه اديته جنيه وما اشتريتش حاجة. مرة واحد غبي بيكتب ورا الدكتور المحاضرة وكل ما الدكتور يمسح السبورة يقطع الورقة ويرميها. 4 محششين ركبوا طيارة هليكوبتر حسوا بالبرد طفوا المروحة. واحدة ماشية في جنازة جوزها وبتضحك. سألوها بتضحكي ليه؟ قالت لهم أول مرة أعرف هو رايح فين. واحدة ابنها بلع جنيه قعدت تعيط وتولول وبعدين اتصلت على جوزها البخيل تقول له أعمل إيه؟ قال لها قولي له والله لا يتخصم من مصروفه. واحد محشش حران قوي وما عندوش ولا مروحة ولا تكييف قام اخد دواء خافض للحرارة. مرة اخطبوط قاعد زعلان قوي عشان مش عارف ايده من رجليه. في واحد سمى عياله صقر وفهد واسد وديب. سألوه الناس عن السبب قال لهم عشان لما احتاجوا منادي مرة واحدة تعالوا يا حيوانات. واحد نشر في اعلانات مبوابة مطلوب زوجة. تاني يوم جاله 100 جواب فيهم نفس الرد تاخد بتاعتي. مرة واحدة قالت لجوزها اهدى يا حبيبي كده ويرجع زي زمان. الراجل طلقها ورجع لأيام العزوبية. مدرس رياضيات اتجوز مدرسة رياضيات خلفوا ولد شبه منحرف وبنت دايرة على حل شعرها. مرة واحدة بتقول لجوزها تصدق انا كل يوم بحلم بيوم جوازنا؟ قال لها هي لسه الكوابيس دي بتجيلك؟ واحد بيقول لخطيبته لما ازمر لك انزلي. قالت له هو انت اشتريت سيارة؟ قال لها لا اشتريت زمارة. مرة واحد اشترى لمبة مسمار دقها في الحيطة. واحد بلدياتنا اشترى راديو حط فيه حجرين المذيع اتسطل. 10 صعايدة بتعلموا ربط الكرافتة 9 ماتوا وواحد في حالة حرجة. مرة واحد بلدياتنا دخل خلاط الاسمنت طلع منه قال والله ما انا داخل الملاهي تاني. مرة 5 دخلوا كلية الهندسة 2 طلعوا مهندسين و3 مدينة نصر. واحد رخم جدا دخل السينما ملقاش فيها غير واحد قعد وراه وقال له لو سمحت راسك عشان مش شايف. مرة واحد محشش بيوقف تاكسي فسأله فاضي يا اسطى؟ فقال له الاسطى ايوه فاضي. فقال له المحشش طب ما تيجي تقعد معايا شوية. فار محشش قال كل القطط تحت جزمتي. بص وراه لقى قط اسود قال لي الا ابو سمرة حبيبي. واحد مسطول كل ما يجي ويشنقوه الحبل ينقطع. بص للسجان وهو متغاظ وقال له هو احنا جايين ننشنق ولا جايين نلعب؟ مرة 2 مساطيل قاعدين فالاول بيقول للتاني هو النهارده السبت ولا الحد؟ قام التاني قال له الاتنين. قام الاول قال له هم جايين مع بعض ازاي؟ واحد محشش اتصل على مصر للطيران بيسأله الرحلة من القاهرة للندن هتاخد قد ايه؟ فرد عليه الاستعلامات وقال له ثانية واحدة. المحشش قال له طيب شكرا. واحد محشش فتح التلاجة وبص للجيلي لقاه بيرتعش قال له ما تخافش هاخد عصير. وانا ماشي بالعربيه شفت واحد بيجري قلت له اوصلك؟ قال لي لا والله مستعجل شعب بيتعاطى زيت عربيات. محشش مسكوه وخدوه للمحكمه. القاضي بيقول له دي تاني مره تيجي فيها ما انتش مكسوف من نفسك؟ المحشش قال له شوف نفسك انت كل يوم هنا. واحد ميكانيكي ابوه مات وهم شايلين جنازه ابوه. واحد قال له هو ابوك تقيل ليه كده؟ رد عليه قال له يمكن مات معشق. واحد مصري بيسأل امريكي انت بتدخن؟ قال له نو. بتشرب؟ قال له نو. طب مخدرات؟ قال له نو. المصري قال له يخرب بيت امك كافر على الفاضي. محشش اشترى دش من ورا اهله وقال لهم انا اشتريت كلب كبير ومتوحش وخطير وحطيته على السطح اوعى حد يطلع فوق لا ياكله. طلع اخوه المحشش الكبير يستكشف نزل يرتجف. سألوه ها شفت الكلب؟ قال لهم لا شفت الصحن اللي بياكل فيه. واحد قبضوا عليه سكران خدوه للقاضي. القاضي قال له قبضوا عليك وانت سكران؟ المتهم نعم. القاضي وقالوا قبضوا عليك شايل ازازه خمره؟ المتهم نعم. القاضي وقالوا عامل مشاكل في الشارع؟ المتهم انت بس خليك قاعد زي النسوان. قالوا وقالوا لي وقلت لهم.
محشش خطيبته عماله تمدحه وتنفخ فيه، انت بطل الابطال، انت شجاع وفارس الفرسان. المحشش اتحمس قوي وقام قايل انا اساسا كنت شهيد. محشش بيسأل محشش ليه العصفور لما بيجي يطير بيمسك رجليه؟ قال له خايف لا الصندل يقع. واحد سكران مروح اخر الليل جه يفتح الباب بالمفتاح ما لقاش الخرم، جه ابوه من الشباك قال له ارمي لك المفتاح. المحشش قال له لا المفتاح معايا، ارمي لي خرم الباب. سأله محشش ازاي تتمنى مراتك؟ قال لهم اتمناها نفس القمر. قالوا يعني تتمناها حلوه وهادي؟ قال لا اتمناها تكون عندي بالليل وتختفي بالنهار. واحد محشش جت عربيه الزباله لحد باب بيته وسالوه عندكم زباله؟ قال لهم لحظه. دخل سال مراته عندنا زباله؟ قالت له ايوه. رجع لهم قال لهم تسلموا يا شباب عندنا. محشش قالوا له في الصين كل دقيقه يتولد واحد. قال لهم يخرب بيت ابو التطور، ليه احنا عندنا كل 9 شهور. واحده جالها واحد يخطبها، راحت لصاحبتها وقالت لها ايه رايك جاي لي خطيب سكران اوافق عليه ولا لا؟ قالت لها وافق عليه قبل ما يفوق. واحد روح البيت لقى مراته بتعيط، قال لها مالك؟ قالت له جارتنا شافتك امبارح وانت ماشي مع واحده طويله وحلوه قوي وماشي جنب النادي. قال لها ما تصدقهاش بنت الكلب دي، احنا كنا ماشيين جنب المستشفى. 3 محششين اشتروا تلاجة وعايزين يطلعوها شقتهم في الدور العاشر. دخلوا العمارة ووصلوا الدور التاسع وتعبوا، قالوا احنا خلينا نريح شوية. واحد منهم قال لهم استنوا ريحوا شوية على ما اطلع اشوف الدور. طلع ونزل قال لهم انا عندي خبرين، الاول حلو والتاني وحش. قالوا له هات الخبر الحلو. قال لهم الخبر الحلو ان فاضل دور، والخبر الوحش ان دي مش عمارتنا اصلا. 4 محششين راكبين عربية نزلوا منها يجيبوا حاجات وبعدين رجعوا ركبوا العربية تاني واتلخبطوا في الأماكن وركب السواق ورا. قام السواق قال لهم اللي شال الدركسيون يرجعوا تاني. 2 محششين في المدرسة ادوهم استدعاء ولي أمر ومكتوب على الظرف إلى ولي الطالب فلان ابن فلان المحترم. المحشش الأول قال لصاحبه تصدق أنا أول مرة أعرف إن عيلتنا المحترم. والمحشش التاني قال له وأنا لسه عارف إن أنا وأنت من نفس العيلة. وقاموا حضنوا بعض وقعدوا يعيطوا. محشش سرق فرخة وراح ياكلها على البحر، مسكته الشرطة وأنكر الشرطي والريش اللي جنبه. المحشش اتورط وقال له ما سرقتهاش، هي نزلت البحر تسبح وقالت لي خلي بالك من هدومي. 2 محششين عملوا حادثة ودخلوا في وش بعض. الأول بيقول له أنا عمال أقلب لك بالنور عشان تنتبه وأنت بتشغل المساحات ليه؟ المحشش التاني قال له أنا قصدي أسألك أدخل يمين ولا شمال؟ واحد بيقول لصاحبه من كتر الافراح الايام دي بقيت اشك ان في تخفيضات. واحد كريم قوي اشتغل طيار فصلوه من تاني يوم، ليه؟ عشان حالف انه ينزل كل واحد عند بيته. محشش مريض بالمستشفى ركبوا له محلول قاعد يفتح عينيه ويغمضها، سالوه ليه؟ قال لهم جاري الشحن. محشش سهران في الشارع اتصلت عليه مراته وقالت له تعالى بسرعه عيالك تعبانين لازم توديهم المستشفى. وهو راجع في الطريق شاف لوحه مكتوب عليه لا تسرع اولادك في انتظارك. قال شوفوا بنت الكلب ما خلت حد الا وقالت له. محشش بيقول لي محشش تقدر تمشي على دخان سيجارتي؟ رد عليه المحشش انت مجنون، افرض طفيت السيجاره وانا في النص. محشش اشترى حته حشيش وراح البيت وجربها بس ما عجبتهوش، من قوه الحشيش لبس ملابس اخته ورجع عند بياع الحشيش وقال له النوعيه اللي انت اديتها لي دي مش قويه. رد عليه البياع وقال له صدقني لو اديتك اقوى من كده هتجيلك الدوره. 2 محششين مشوا تحت جسر لقوا بيضه تحت الجسر، واحد يقول له دي بيضه صقر والتاني يقول له لا دي بيضه نسر، وقاموا يضربوا في بعض. عدى عليهم واحد محشش تالت يفصل بينهم، سالوه دي بيضة نسر ولا صقر؟ قال لهم لقيتوها فين؟ قالوا له تحت الجسر. قال لهم خلاص يبقى بيضة جسر. محشش وسكران بيتحدوا بعض في الكذب. المحشش بيقول في يوم من الايام وانا راكب الطياره وقفت نزلنا زقناها. السكران قال له اقسم بالله شفتكم. مدرس في مدرسه كلها اغبياء والطلاب مدوخينه ما بيفهموش خالص. اخر الحصه رفع طالب ايده بيسال، المدرس فرح وقال له اتفضل. الطالب استاذ انت بتشتغل ايه؟ محشش بيصلي اتصل بيه صاحبه وقال له انت فين؟ قال له في الركعه التانيه. واحد غبي جاله سؤال في امتحان التاريخ اذكر احداث غزوه احد، كتب والله ما شفت حاجه من كتر الغبار. ظابط بيسال محشش انت ساكن فين؟ قال له مع اخويا. قال له واخوك ساكن فين؟ قال له معايا. الظابط اتعصب وقال له يا حمار انت واخوك ساكنين فين؟ قال له مع بعض.
ديك سكران فتح بيضة لقاها فاضية، جمع الفراخ كلها في الحوش وقال لهم مين بنت الكلب اللي بتاخد حبوب منع الحمل. واحد اتجوز بنت دلوعة، راح يقرب منها قالت توف. الراجل شك في نفسه وراح غسل سنانه بسرعة ورجع. قالت توف، وراح غسل وشه وحط برفان ورجع. قالت توف، راح استحمى ورجع. قالت توف، قال لها تف عليك وعلى ام اللي جابتك، انت عايزه ايه؟ قالت له تف اللمبه. محشش اشترى سماعات رجعهم تاني يوم، قال له انت رجعتهم ليه؟ قال له الاتنين فيهم نفس الاغنيه. محشش اتصل على عمه وقال له يا عمي انا مش عايز بنتك، انا عايز ارجعها. عمه قال له طب والفاتحه اللي قريناها يا ابني؟ المحشش قال له انا كدبت عليك، انا اصلا قريت سوره الكافرون. محشش في الحمام عمال ينادي لمراته ويقول لها فين الشامبو؟ ردت عليه قالت له جنبك على الرف يا احول. قال لها يا عبيطه ده مكتوب عليه للشعر الجاف، انا شعري مبلول. محشش سالوه ليه قتلت ابوك؟ رد عليهم قال لهم عشان كان في رحله للايتام وعايز اروح. طب وعمك قتلته ليه؟ قال لهم عشان كنت عايز ابن عم معايا. طب وانت كنت عايز تنتحر ليه؟ قال لهم عشان لغوا الرحله. واحد راح يخطب بنت طويله، ابوها قال له مهرها 1,500,000. رد عليه قال له صلي على النبي يا عمي، ليه؟ حسبت المتر على كام؟ واحد غبي راح يزور صاحبه في المستشفى، دخل عليه لقاهم مركبين له الاكسجين. رجع للبيت امه سالته صاحبك عامل ايه؟ قال لها الحمد لله بس حولوه غاز. محشش مسحور راح لدجال، الدجال قال له علاجك عندي بس هات لي نمله عرى ونحله حامل وديك يتيم. المحشش قال له ايه رايك اجيب لك ضفدعه بغمستين؟ واحد محشش بيقول رحنا نخطب لاخويا من القريه اللي جنبنا، طلبوا مننا 2 مليون. بيقول لك من الصدمه روحنا ونسينا عندهم. مدرس قال لطالب غبي ارسم اي حاجه في الصفحه. بعد شويه جه المدرس لقى الصفحه بيضه. المدرس انت رسمت ايه؟ الطالب بقره بتاكل علف. المدرس هو فين العلف؟ الطالب اكلته البقره. المدرس طب وفين البقره؟ الطالب اكلت وروحت. محشش اجر بيت مسكون وهو قاعد بيحشش، الجن قال اطلع اخوفه شويه. المهم الجن طلع قعد جنبه وقال له ممكن سيجاره؟ قال له اتفضل. الجن نزل متنرفز قوي ان الراجل ما خافش، راح فاتح بطنه وشايل عينه وطلع قال له ممكن سيجاره؟ قال له اتفضل. الجن جاب اخره بقى، راح شايل العمود الفقري وطالع وقال له ممكن سيجاره؟ قال له انت مش ملاحظ ان التدخين بيدمر صحتك؟ محشش قالوا له هات عكس الجمله دي، الاطفال في الظلام يفعلون اخطاء. المحشش قال الاخطاء في الظلام تجيب اطفال. محشش طرد ابوه من البيت، راح لف لفتين ورجع خبط على الباب. ابوه قال له انت عايز ايه؟ المحشش قال له انا عايز اسالك سؤال. قال له اسال. قال له ده بيت ابويا ولا بيت ابوه؟ قال له بيت ابوه. قال له عديني بقى لما يبقى بيت ابوك ابقى اطردني. اتصلوا على واحد محشش قالوا له ابوك مات. قال لهم لا ابويا راجل ما يعملهاش. سأل واحد ايه المشاعر المختلطة؟ قال لهم ببساطة شخص تكرهه بشدة يقع من الدور العاشر على عربيتك الجديدة وانت مش عارف تعيط ولا تضحك. محشش صلى باصحابه ولما خلص صلاة مدحوه، قالوا له انت المفروض تصير امام مسجد. قال لهم ايه رأيكم؟ ده انا كمان مش متوضي. واحد محشش ضرب 2 بالعربية، واحد مات والتاني عمال يتوجع. المحشش قال له من الدلع، صاحبك مات وما قالش حاجة. محشش مصري راح الكويت، رجع وسألوه ايه اغرب حاجة شفتها في الكويت؟ قال لهم يا اخي عندهم اسماء انبياء غريبة، مثلا نبي نقعد، نبي نشرب، نبي نسولف، نبي ناكل. واحد مسطول راح المكتبة العامة وخد كتاب وقعد يقراه من اوله لاخره، وبعدين راح اداه لامين المكتبة وقال له الكتاب ده فيه شخصيات كتير بس ما فهمتش موضوعه. امين المكتبة قال له حط دفتر التليفونات واطلع بره، بقالنا 4 ساعات بندور عليه. محشش وقع من فوق شجرة، راح للدكتور. الدكتور كتب له على علاج للديدان. قال له عيب عليك يا دكتور تكتب لي علاج للديدان وانا اللي وقعت من فوق الشجرة؟ محشش عينوه مدير مدرسي، سألوه ايه هتكون انجازاتك السنة دي؟ قال لهم هنوزع النتائج قبل الامتحان. حكمة محشش لو في ثقة في اللي حوالينا ما كناش قفلنا باب الحمام علينا. واحد محشش قتل ابوه وامه، القاضي حكم عليه بالاعدام. المحشش قال له يهون عليك تعدم واحد يتيم؟ واحد محشش قالوا له ايه رأيك يموت ابوك وتورثه؟ قال لا. قالوا له امال انت عايز ايه؟ قال لهم اول حاجة تضربوا عربية واخد الدية وبعدين اورثه.
محشش شغال على عربيه نقل الموتى، شاف واحده حلوه في الشارع قال لها تركبي معايا؟ قالت له لا. قال لها براحتك، الناس تموت عشان تركب معايا. واحد مجنون بيسأل الدكتور قال له ليه لحد دلوقتي ما جاليش عيال؟ الدكتور قال له يمكن العيب فيك او في المدام. قال له لا اكيد مني، لان لحد دلوقتي ما اتجوزتش. حكمة اهبل: ما اجتمعت امرأتان لتتحدثان الا سكت الشيطان ليستفيد من خبرتهما. سألوا واحد اهبل ليه الدكاترة بيلبسوا كمامات لما يعملوا عمليات؟ قال عشان لو فشلت العملية محد يعرفه. واحد اهبل ساكن جنبه واحد اجنبي، قال له جود مورنينج، راح ردد عليه مورنينج جود. سالته مراته انت قلت له نفس الجمله بس المقلوب ليه؟ قال لها انت هتفضلي غشيمه كده لحد امتى؟ هو قال لي السلام عليكم، قلت له عليكم السلام. واحد اهبل دسيته عربيه وهربت، سالوه الناس ما حاولتش تاخد نمره العربيه؟ رد عليهم والله حاولت بس اللاقين مثبتها بمسامير. دكتور دخل قسم في مستشفى المجانين، شاف واحد بيضرب راسه في الحيطه. سأل الممرضة ايه قصته؟ قالت له كان بيحب واحدة وما اتجوزهاش. دخل قسم تاني شاف واحد يضرب راسه بالجزمة. سأل الممرضة وايه قصته؟ قالت له هو ده اللي اتجوزها. وزير الصحة راح يزور مستشفى الأمراض العقلية. سأل المدير انتوا ازاي بتفرقوا بين العاقل والمجنون؟ المدير قال له بسيطة، نملى البانيو بالمية ونحط قدام المريض معلقة وفنجال وسطل ونقول له فرغ البانيو من المية ونشوف هيختار ايه عشان يفرغ البانيو. الوزير قال له اكيد العاقل بيختار السطل. المدير قال له لا طبعا، العاقل يرفع سدادة البانيو. المدير قال له وزير الصحة ايه تحب نختار لك غرفة خاصة ولا تقعد مع الشباب في العمومي؟ واحد اشترى لوح طاقة شمسية وحطها على السطح، طلع ابوه السطح غطاه بكراتين من الشمس. بنت دلوعة بتحب واحد غبي، جابت له بغبغان هدية واتصلت عليه بالليل قالت له ايه رأيك بالهدية؟ قال لها عادي نفس طعم الفراخ. واحد غبي راح عند دكتور اسنان عمل له حشوه، قعد كل يومين يرشها. واحد غبي بيغازل حبيبته، قال لها كم عمرك يا حياتي؟ قالت له 39. قال لها نفس مقاس جزمتي. غبي مسافر مع واحد صاحبه وطول الطريق وهو عمال يقول يا ريتني جبت التلفزيون، يا ريتني جبت التلفزيون. وصل المطار صاحبه قال له يا اخي انت صدعتني، انت عايز تلفزيون تعمل بيه ايه؟ قال له ما هي الجوازات فوق ايه. اتنين اخوات حبوا يعملوا مشروع مزرعة فراخ، حرسوا الارض دفنوا الفراخ وخلوا رصة طالعة. المهم بعد يومين الفراخ ماتت. الاول قال لاخوه الظاهر زرعنا غلط، المفروض ندفن رصهم بالارض ونخلي رجلهم طالعة. غيروا الطريقة ودفنوا الدجاج وخلوا رجلهم طالعة ونفس الشيء الفراخ ماتت. قالوا لبعض مفيش غير اننا نتصل لاخونا التالت في امريكا، اكيد هو بيعرف ايه السبب. اتصلوا لاخوهم وحكوا له القصه وسالوه انت بتتوقع يكون ايه السبب؟ قال لهم السبب واضح جدا، الارض غير صالحه للزراعه يا بهاي. واحد غبي بيتصل على بنت غبيه جدا، المهم زهقت منه وغيرت رقمها وبعتت له رساله من الرقم الجديد قالت له انا غيرت رقمي وارتحت منك ومن قرفك. المشكله مش هنا، المشكله انه رد عليها وقال لها والله لا اجيب رقمك من تحت الارض. واحد في مقابلة شغل قالوا له انت بتعرف انجليزي ولا فرنساوي؟ قال لهم مانداي. فقال له انت تقصد ايه؟ قال له الاتنين. قالوا له طب روح وهنتصل عليك، ولحد دلوقتي مستني يتصلوا عليه. غبي راح يصطاد في افريقيا ويوم لما رجع سالوه اصحابه ها عملت ايه؟ قال لهم صدت 40 حمار وحشي و60 غزال و700 نوبليز. قالوا له ايه نوبليز دي؟ اول مره نسمع عنه. قال لهم مش عارف، حاجه سودة وبتجري بسرعه ويقول نوبليز نوبليز نوبليز. الله ياخده ذبح نص الافارقه. غبي شغال في صيدليه، جات له بنت قالت له انا عايزه حاجه تبيض وجهي، قال لها اذبحي خروف للضيوف. محشش متخانق مع مراته، اتصل عليها وقال لها انت عامله عشاء ايه؟ قالت له تبن. قال لها طب حلو، اتعشي بقى ونام عشان هتاخر. واحد قاعد في المطار بيشرب خمره وقاعد يبص للطيارات من ورا الازاز، فجاله شيخ قال له انت بتشرب خمره بقالك قد ايه؟ قال له بقالي 20 سنه. الشيخ قال له انت عارف لو جمعت الفلوس ديت كان زمانك اشتريت الطياره دي. فقال له دي طيارتي. الشيخ قال له طب صب لي كاس. واحده بتقول لي جوزها انت ليه ما بتقوليش ربنا يخليك ليا ولا يحرمني منك؟ قال لها طب وافرض ربنا استجاب. محشش في مطعم، المحشش دوق للشوربه، الجرسون خير فيها حاجه؟ المحشش دوقها بس. الجرسون لو هي بارده غيرها لك. المحشش لو سمحت دوقها. الجرسون لو سمحت انت لو ناقصها حاجه قول لي وانا اغيرها لك. المحشش يا اخي رد عليا بس ودوقها. الجرسون طيب ماشي هدوقها بس فين المعلقه؟ المحشش ايوه فين المعلقه بقى يا حيوان؟
طفل بيسأل امه نفترض انك ما اتجوزتيش ابويا ولا ولدتيني وشفتيني عند ناس هتعرفيني؟ الطفل ده رضع مخدرات ملناش دعوه بيه. محشش بيوصي مراته ان هو رايح الجيش ولو مات ما تتجوزش غير صالح ابن عمه. قالت له كل الحب ده منك لصالح؟ قال لا والله غشني مره بعربيه وعايز اردها له. محشش بيسمع اغنية حسين الجسمي، الاغنية كانت بتقطع كل شوية. المحشش وقف المسجل وقال له حسين لو انت مش حافظ الاغنية اسكت احسن. محشش رجع بيتهم شايل قطة، فتحت مراته الباب. المحشش قال ايه رايك بالبقرة؟ مراته قالت له يا غبي دي مش بقرة. قال لها اسكتي انا بكلم القطة. محشش شغل التلفزيون لقى المغنية وردة بتقول بتونس بيك. قال المحشش في جهنم ان شاء الله. ردت وردة وانت معايا. المحشش قال بنت الكلب سمعتني. واحد غبي اتجوز وبعد 4 شهور ونص مراته خلفت ولد. الغبي سألها الولد ده جه ازاي واحنا متجوزين من 4 شهور ونص؟ قالت له انت متجوزني من امتى؟ قال لها من 4 شهور ونص. قالت له انا متجوزاك من امتى؟ قال لها 4 شهور ونص. قالت له طيب دول يبقوا 9 شهور. الغبي قال الله يخرب بيت الشيطان، تفكيري راح بعيد. بيقول لك الشيطان انصدم وراجع يغني انت معلم. 3 محششين كسروا باب محل دهب عشان يسرقوه. واحد شال الدهب، واحد شال الالماظ، والتاني قاعد في الدكان. صاحب المحل جاب الشرطه، فتحوا الدكان لقوا الراجل قاعد وحاطط رجل على رجل. قالوا له انت ما هربتش ليه؟ قال لهم احنا 3، واحد خد الدهب، واحد خد الالماظ، وانا خدت الدكان. محشش بيسأل شيخ ازاي يبطل مخدرات. الشيخ قال له اشرب لبن. المحشش قال له اشمعنى لبن؟ الشيخ قال له عشان بيديك قوه ويخليك تحرك الجدار. المحشش قال له بس ايه رايك بقى ان الحشيش اقوى من اللبن بتاعك؟ ده بيخلي الجدار يتحرك قدامي لوحده وانا حاطط رجل على رجل. محشش كل ما يلمس حته في جسمه يحس بالالم. راح عمل فحص كامل طلع صباعه هو اللي مكسور. محشش طلق مراته واختلفوا مين ياخد الولد. راحوا المحكمة. الزوجة قالت يا شيخ انا من حق اخد الولد لان انا تعبت وانا اللي حملت في بطن 9 اشهر وانا. الشيخ قال للمحشش ها ايه رأيك؟ المحشش قال له بكل ثقة بالمنطق يا شيخ انت لو حطيت 5 جنيه في مكنة البيبسي ونزلت البيبسي مين ياخد البيبسي انت ولا المكنة؟ محشش راكب حمار شاف بنت حلوة وعايز يعاكسها. قال لها اول مرة اشوف قمر يمشي على الارض. قالت له وانا اول مرة اشوف حمار دورين. محشش طلق مراته. قالوا له ليه؟ قال لهم بتعاملني زي الكلب. قالوا له يعني ما تحترمك؟ قال لهم لا بس عايزاني اكون وافي زيه. عريس دخل على عروسته وحط ايده على جبهتها وبعدين سكت ويفكر ويحاول يفتكر الدعاء، يدور من هنا ومن هنا مش لاقيه خالص. اخر حاجة راح قايل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. بيقول لك العروسه ما قدرتش تمسك نفسها من كتر الضحك. محشش قال لصاحبه تصدق انت شبه مراتي بس لو مش بشنب. صاحبه قال له بس انا ما عنديش شنب. قال له عارف بس هي عندها. محشش في حصة العلوم طلع له المدرس مجسم هيكل عظمي. المدرس قال له ايه ده؟ المحشش قال له انسان يابس. بيقولوا ان الهيكل طلع من الفصل يضحك. محشش مسافر، اتصلوا اهله وقالوا له مبروك خطبنا لك. فرح قوي وقال لهم بالله عليك ما تجوزنوش الا لما اجي. سألوا محشش تعرف ايه عن صالون النساء؟ قال لهم هو اكبر برنامج فوتوشوب بالعالم. تدخل الواحدة من دول مخلصة خدمة تطلع مشجعة روسية. واحد غبي بيقول لصاحبه المفروض انا وانت نطلع فنانين. صاحبه قال له ايه فنانين؟ صاحبه قال له فنانين ازاي؟ قال له انت فنان تشكيلي وانا فنان اشكيلة. واحد بيتهرب من مراته اتصلت بيه وقالت له الو. عامل نفسه مش سامع يقول الو. قالت له احلف انك مش سامع. قال لها والله. 3 محششين مسكهم شرطي قعدوا يتحايلوا عليه يسيبهم وبعدين الشرطي حس ان هم سكرانين. الشرطي قال لهم هسألكم سؤال واللي يجاوب صح هيروح. سأل الاول مين اللي فاز بمباراة برشلونة وريال مدريد؟ واحد قال برشلونة. قال له روح. سأل التاني مين اللي انتصر في معركة بدر بين المسلمين والكفار؟ واحد قال المسلمين. قال له روح. سأل التالت وانت فهمت ايه من الاسئلة؟ قال له برشلونة والمسلمين على النهائي. واحد غبي خبطته عربية وخد تعويض 50,000. راح واقف قدام القطر وقال له خش يا ابو الملايين. محشش بيغسل عربيته. سألوه ليه بديت من اللوحة؟ قال لهم مرة غسلت العربية من السقف ولما وصلت للوحة اكتشفت انها مش عربيتي. محشش راح لدكتور نفساني قال له بتجيني حالة غريبة اكلم الناس بس ما اشوفهمش. سأله الدكتور بتجيلك الحالة امتى؟ قال له لما اتكلم في التليفون.
محشش مات ابوه وعمال يعيط. جاله تليفونه بعد ما خلص قعد يعيط اكتر. سألوه في ايه؟ قال لهم اختي بتقول ابوها مات. محشش اشترى جهاز المشي شغله وقعد يجري عليه ساعة ساعتين 3. دخلت عليه امه وقالت له خلاص يا ابني لا تموت. قال لا والله ما انا نازل غير لما اشوف هيوصلني فين. واحد ماشي مع حبيبته فبتقول له قول لي كلمة تزيد دقات قلبي. قال لها اخوك ورانا. محشش لقى جده عمال ياكل جيلي. قال له انت بترتعش والجيلي بيرتعش، جننته المعلقة. محشش اشتغل بمستشفى الولادة. بعد 3 شهور عمل بحث اثبت فيه ان النساء الحوامل اكثر عرضة للولادة. محشش صحى من النوم قال لاخوه حلمت بمسمار دخل برجلي. اخوه قال له تستاهل عشان ما تنامش حافي تاني. واحد كسب 1,000,000 جنيه. سألته المذيعة هتعمل ايه بالمليون؟ قال لها اسدد ديوني. قالت له طب والباقي؟ قال لها الباقي يصبروا عليا شوية الدنيا مش هتطير. واحد غبي راح يشوف نتيجته لقى نفسه ساقط في كل المواد. راجع البيت وقال لامه انت قاعدة تلعبي طول السنة وجايه تدعيلي في اخر يومين. محشش ابنه ضاع. مراته بتقول له روح دور على ابنك بقاله 5 ايام ضايع. قال لها ما توجعيش دماغي اسبقيني للأوضة نيجي نطلع بدل فائد. واحد غبي اول ما سمع اذان العصر راح فاطر على طول. الناس قالوا له يا حمار انت فطرت؟ قال لهم الاذان قدم. قالوا له بس ده اذان العصر. قال لهم سبحان الله نفس اذان المغرب بالظبط. عيل غبي بيسأل امه ماما ليه بتسمي اخويا الصغير عصفور؟ قالت له دايما الاطفال الصغار عصافير. انت بتسأل ليه؟ قال لا لاني طيرته من فوق السطح وما طارش. طفل بيسأل امه نفترض انك ما اتجوزتيش ابويا ولا ولدتيني وشفتيني عند ناس هتعرفيني؟ الطفل ده رضع مخدرات ملناش دعوه بيه. محشش بيسمع اغنية حسين الجسمي. الاغنية كانت بتقطع كل شوية. المحشش وقف المسجل وقال له حسين لو انت مش حافظ الاغنية